السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده معايا يا مؤمن السيناريو اللي انا هقولك عليه ده واللي بيحصل كتير، ان انت ربنا كرمك واتخرجت من الثانوية العامة بمجموع كويس وهتروح القاهرة تبعد بعيد عن اهلك علشان تدخل الكلية اللي انت نفسك فيها، وهتكون مضطر اسفا ان انت تقعد في بيت طلبة، هيبقى معاك طلبة تانيين لتقليل التكاليف، تمام؟ وبتحتاجوا كل يوم انتوا طبعا كطلبه ان انتوا تفطروا وتتغدوا وتتعشوا، وقررتم لما لقيتم ان مصاريفكم بقت زياده قوي ان انتوا كل يوم تشتروا اكل من بره وبتدفعوا فلوس كتير قوي في الحكايه ديت، فقلتوا ايه بقى، احنا هنعمل واحد مننا هو مسؤول عمليه التغذيه دي، هو ده المسؤول. انت يا باشا بص، احنا هنديلك فلوس كل شهر وانت تاكلنا وتشربنا وتشطفنا وايه يا مولانا ما تخلينيش اغير وجهة نظري فيك وتعمل كل اللي احنا عايزينه، تمام؟ والموضوع بقى ايه، بقت مسؤوليتك، انت المسؤول. جميل قوي. فجاء هذا الشخص المسؤول رئيس حكومة البيت ولقى ان هو بيدفع مصاريف كبيرة جدا على انه بيشتري الاكل من بره، وجت في دماغه فكرة نميسة، وهو انه انا بدل ما اشتري الاكل من بره طب ما انا اوطنه، ما انا اجيبه عندي بقى هنا في البيت، اجيب واحد في البيت يطبخ لنا الاكل الفطار والغدا والعشاء ويروق علينا كده ويظبطنا، تمام؟ علشان نقلل ايه، نقلل التكاليف ونقلل النفقات ونوفر فلوس. الله عليك يا قائد وعلى قراراتك المحنكه، ونبقى احنا الشقه بتاعت الطلبه بتاعتنا احسن من شقق الطلبه اللي جنبنا اللي الحاجه عندهم بتبقى غاليه. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. وحصل جبت واحد اديته اوضه في الشقه ما بيدفعش معاكوا حاجه في الاكل والشرب، اديته الكهرباء بتاع اوضته ببلاش تقريبا، اديته الميه ببلاش تقريبا، سكنته، اديته الارض، اديته الاوضه ببلاش تقريبا، ما بياخدش منه فلوس، تاخد منه ملاليم، تمام؟ وبتديله مرتب كل شهر. جميل. جه هو الراجل ده، انتوا مثلا في الشقه ديت 100 نفر، اختار نفر يشتغل معاه، انا خدت واحد هشغله معايا وهبقى اديله مرتب، يلا هيصنا شغلنا ناس من معانا، هو صحيح واحد بس وماله، احسن من ما فيش. حلو. قوم ايه يا سيدي بقى اللي يحصل، قوم ان صاحبك ولا زميلك اللي جاي من البلد اللي هو سيادتك او سيادتك اللي جاي من البلد وانت بتزور اهلك، امك ادتك صينيه بطاطس بالفراخ وصينيه محشي وقالت لك يا ابني يلا خد ايه، روق على حالك، وشويه جبن وشويه زيتون، روق على حالك. راح عند امك، هتروح عند امك وترجع وايدك فاضيه؟ ما طبيعي تديك اي حاجه كده ايه من ريحه الحبايب. فوصلت البيت وبتاكل ومبسوط، ده ابويا وجد جدي وانا من البلد دي، طلع لك زي المش عارف ايه كده من الايه، من تحت الارض. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. الراجل الطباخ اللي بيطبخ لكم وقال لك لا يا اخويا الكلام ده ما ينفعنيش، جايب لي طبق كشري وداخل لي الاستوديو بطبق الكشري وشغال اكل، ده في البلد دي يا اخويا ولا فين دي؟ انا كده مش هعرف اشتغل، انت كده جبت اكل من بره فما انتش هتدفع لي، انا كده مش هعرف اشتغل، انا كده باظت مني، انا كده في موضوع مش مظبوط، انا بهدد بالانسحاب من الشقه دي. روح امك ستوب، فاكر نفسك في الشارع تروح تطلب واحنا ننفذ؟ ستوب. انت كمسؤول هتعمل له ايه؟ هتقلع الجزمه وتنزل على دماغه، وما عنديش غير الجزمه دي. اللي انا بقوله ده والمثل اللي انا اخترعته ده واحنا بنتحرك هو بالحرف اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا، ان شركات المحمول بتهدد بالانسحاب من مصر على لسان احمد موسى مش لساني، وانا ما بسمعش لاحمد موسى بس هو يعني لا ينطق عن الهوى، هو تم الارسال من جهاز احمد موسى، فاكيد احمد موسى هو ايه يعني الكلام اللي هو بيقوله ده لازم ناخده بعين الاعتبار. في 60 داهيه يعني انا لو مسؤول في الحكومه وبعد كل اللي انا بعمله للشركات ديت من اعفاءات وتسهيلات وفنكشه ودلع، تيجي تقول لي انا هنسحب من مصر بعد كل اللي انا بعمله ده؟ انت هتنسحب من مصر علشان في المية ومش عارف كام مليون نفر حد بيدخل موبايلات؟ بيدخل كام موبايل يعني؟ كام يعني موبايل بيدخلوا يعني؟ ولا عشان تقول لي انه انا شغلت لك 10000 عامل، 10000 عامل من فوق ال 120 مليون بني ادم، شغلت منهم 10000 عامل، وجاي بعد كل ده تقول لي انا همشي وعايز فرض ضرائب جمركيه واقفل لي السكه اللي جايه من بره عشان اعرف اشتغل؟ يا اخي في 60 داهيه، ده انت بتعمل لي الاكل في البيت اغلى من بره، انت الاكل اللي انت بتعمله لي في البيت اغلى من بره، ده انت ما بتدفعش حاجه. وهنيجي للكهرباء، في الفيديو اللي جاي. ايه يا جدعان في ايه؟ يهددوا بالانسحاب من مصر؟ والله انا لو والله في 60 داهيه، 1060 داهيه، ونوفر بقى الاعفاءات الجمركيه اللي انتوا بتاخدوها، ونوفر بقى الارض اللي انتوا واخدينها ببلاش، ونوفر الكهرباء اللي انتوا بتستهلكوها ببلاش، والميه اللي انتوا بتستهلكوها ببلاش، نوفر بقى يا عم الكلام ده كله، يا عم نوفره ونحطه في حتت
الله. انما انا بعمل معاك كل ده وفي الاخر بتهدد بالانسحاب. انسحاب يا ابو انسحاب. احنا السبب، احنا السبب والله. لان المفروض ان الاعفاءات يبقى لها ايه؟ شروط. انا بعفيك لمده محدده ولاهداف محدده، ان المنتج هنا يبقى ارخص من بره، انك تستخدم مكون محلي بنسبه كذا، ان انت تبدا تصدر بقيمه كذا كل سنه. مش ان انا عمال ارضعك وانت عمال ترضع وعمال ايه تمص دمي ودم الناس زي ما بيقولوا، وفي الاخر مش عاجبك كل ده، وفي الاخر مش عاجبك كل ده، وفي الاخر لا والله الخدمه سيئه، الخدمه بتاعتكم مش عاجباني، انا بهدد بالانسحاب. يا اخويا في داهيه، يا اخويا في داهيه.